جبر القلوب في الشريعة أمرها عجيب جدا، دائما حرص على جبر القلوب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني اجبروهم. الناس توزع فلوس وهذول مساكين ذو قربى ومساكين ويتامى لكنهم ليسوا ورثة، يقول أعطوهم شيئا من الميراث جبرا لقلوبهم، جبرا لقلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول هذه الآن مات زوجها وهي حزينة على موت زوجها، وحتى تنظر كيف تدبر أمرها. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لهؤلاء الزوجات أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن لمدة سنة، حقها أن تسكن في بيت الزوجية، لا يباع البيت ولا تطرد من البيت. صحيح العدة 4 أشهر و10 أيام، هذه كعدة تعتد 4 أشهر و10، لكن ما هذا عليها، فماذا لها؟ قال لها أن تمكث بالبيت سنة كاملة لا تخرج من البيت حتى تدبر أمورها جبرا لما وقع لها من موت زوجها. وكذلك المطلقة لما انكسر قلبها بطلاقها الذي جاء من زوجها قال: ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، جبرا أيضا لهن عن هذه المصيبة أو الحادثة التي وقعت لها. نعم.